السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وأكلمكم النهاردة عن الفنانة صباح وسر أزواجها التسعة. الفنانة صباح كانت تعشق طوال حياتها الظهور بإطلالات مميزة وأنيقة، وكانت تحرص على ظهورها دائما بصورة شبابية ومناسبة لها طوال الوقت، وهذا ما حرصت عليه أيضا عند وفاتها، فلم يتم لفها في كفن كغيرها من الأشخاص عند وفاتها، ولكن ارتدت فستانا صمم لها خصيصا وفق وصيتها قبل وفاتها. وكان هذا الفستان من تصميم بسام نعمة الذي صممه لها بمجرد علمه بخبر وفاتها، وتم تزيينه بالدانتيل وارتدته والشحرورة ودفنت به وفقا لوصيتها. وكانت وصيتها أيضا أنه عند تشييع جنازتها ألا يحزن أحد ولا يرتدي ملابس سوداء، وأن يرقص المشيعون لها وهم يحملون جثمانها. والحقيقة أنها كانت وصية غريبة، ولكن الفنانة صباح كانت في حال حياتها تعشق الفرح والسعادة واللهو وتكره الحزن مهما كان سبب هذا الحزن. يعني بالبلدي كده عاشت حياتها بالطول والعرض. الفنانة صباح تزوجت 9 مرات، وبنتها هويدا خانتها مع أحد أزواجها. تزوجت صباح خلال مسيرتها الفنية زيجات كثيرة، منها الرسمي ومنها العرفي، وكانت في كل زيجة من تلك الزيجات تبحث عن الحب والعطف، لكنها لم تجدهم في أي واحدة منهم. وكانت الزيجة الأولى من نجيب شماس، وهو والد ابنها الوحيد الدكتور صباح، والذي سماه والده على اسم الفنانة صباح لحبه الشديد لها. ثم تزوجت من عازف الكمان أنور منسي، وأنجبت منه ابنتها هويدا. كما تزوجت من المخرج المسرحي وسيم طيارة. ثم تزوجت من الراقص فادي القنطار، والذي استمر زواجهما أكثر من 17 سنة. وتزوجت كذلك من الإذاعي أحمد فراج لمدة عام، وكان رجل دين مقدم برنامج ديني هو نور على نور. والأكثر من ذلك أنها أقنعته أنه يمثل معها في أحد الأفلام السينمائية، وقد كان. وتزوجت أيضا الفنان رشدي أباظة، والذي بسببه توترت العلاقة بينها وبين ابنتها هويدا بسبب تنافسهم على حب الدون جوان. وكانت زيجتها الأخيرة من جوزيف غريب. والخلاصة أن الفنانة صباح خدت حقها تالت ومتلت من الدنيا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.